الراجل ده اتسمى الراقص على القبور. ما تخافش، ده مش عفريت ولا فيلم رعب، ده قصه واحد بقى مليونير بسبب العقارات الميته. تعال احكي لك على سام زيل. في عز الازمات الاقتصاديه لما الشركات بتقفل والابراج بتتهجر، سام كان بيشوف فرصه هنا. سام هو ابن مهاجرين بولنديين هربوا من الحرب العالميه الثانيه، اتعلم من بدري ازاي تصمد وتنجح في اصعب الظروف في التسعينات. قدرته الغريبه انه يكسب ويعمل فلوس في وقت ما تكون الدنيا قلب، وكانت السبب ورا لقبه جريف دانس، الراقص على القبور. ايه بقى اللقب ده؟ سام ما كانش بيشوف العقارات المتأزمه كحاجه ميته، بالعكس كان شايف ان هي كنز محدش واخد باله منه. لما السوق ينهار والناس تهرب، سام كان بينط على العقارات اللي فقدت قيمتها ويشتريها بتراب الفلوس. مكاتب بقى، عمارات، مولات، اي حاجه الناس مش شايفاها ان هي تستاهل، وكان بياخدها يحولها من قيمتها لذهب. سنه 94 خد فكرته خطوه ابعد من كده وبدا شركته ايكويتي جروب انفستمنتس. فكرته كانت ثوريه بحيث يجمع العقارات دي في صناديق استثمار ويخلي المستثمرين العاديين يشاركوا في الارباح. الخطوه دي غيرت قوانين اللعبه في السوق كله، وصناديقه بقت نموذج النجاح الناس بتقلده. وعلى ما السوق فهم قيمته وطريقته، كان سام خلاص عمل مليارات. شجاعته انه يرقص على القبور خلت اسمه علامه في العقارات. حكايته لحد النهارده دي بتقول ان في عز الازمات الفرصه دايما بتكون للجرأه والابداع. ودي بقى فرصتك انك تعمل فولو ولايك وشير، اوعى تفوتها.